عشان ايه؟ ما انت الكلام ده تقوله لحالك، انت بتعرف حالك راجل ولا لا؟ وعليش دلالة يا مريم، وعليش دلالة يا مريم، وعليش دلالة يا مريم، وعليش دلالة. ايه مريومة يا غولة، كيف بتبين احترامك للست المصرية؟ الست المصرية هي كيف اللي كيف امشي هيك. كيف الست المصرية ملوخية. تعال هنا، تعال 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 هنا. لا لا والله العظيم حقتله من اذنيه اجبته. شو الست المصرية الست ايه؟ المصرية ملوخية. شو يعني دي؟ هي تفهمها. ملوخية. لا لحظة، شو يعني الست المصرية ملوخية؟ مكانها المطبخ. لا يا مش المطبخ برضه. أكلة مصرية مصرية. شو يعني دي؟ يعني انت بتشتم كده في الست؟ لا 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 شو ملوخية أكلة؟ عارفة شو جايب الملوخية للست؟ لا احنا عندنا طشة. الملوخية لونها أخضر والست لا مين اللي يعمل الملوخية؟ الست. بس مين اللي هيطش؟ يعني هي شاطرة؟ طبعا الست حلو. المصرية رقم واحد في أي حاجة على مستوى العالم. ما شاء الله. شو تتقدم تحية للنساء المصريات؟ لا بجد ما انا مش عارف اقدم لهم. اسمعوا كلامنا، اسمعوا كلامنا. ليش يسمعوا كلامكم؟ ليش؟ هو انا مش راجل ولا ايه؟ عشان ايه؟ ما انت الكلام ده تقوله لحالك، انت بتعرف حالك راجل ولا لا؟ ايوه خلاص بس تبادل. الاحترام تبادل. انت تحترمها وهي تحترمك. حلو. بس في اوامر. اوامر ايه؟ في اوامر. انت بتأمرها؟ طبعا. كمان هي بتأمرك؟ لا هي بتأمرني امتى؟ بص في اريا معينه. هي احترام، بس دماغهم معصلجه عنيده شويه. ما كل نساء العالم عنيدات، لو ما كانتش عنيده لا بس ما كنتش تحبها شويه. اجيب لك الخلاص، هي ما ينفعش تمشي كلامها عليا. أيوة انا اللي امشي كلامها عليا، فاهم؟ وانت ما تمشيش كلامها عليك. لا انا همشيه. ليش حبيب قلبي انت تمشي وهي ما تمشيش؟ اصل انا عمري ما اقول لها حاجه غلط. فيش انت سبحان الله كل شيء صح عندك. لا مش انا قلتش هي زيها، بس انا دلوقتي رؤيتي تمام. زي اسالك سؤال مثلا، بين امك بين الوالد والوالده، تمام، بتشوف في احترام متبادل بينهم صح؟ طبعا كده قوي جدا. احترام قوي. غلط بقى المره دي، ده اكتر سؤال غلط سالتيه في حياتي دلوقتي. عادي. هو الستات المصرية قلت له بين الوالد والوالده تبعك في احترام ولا لا؟ اكيد في احترام. وانت في احترام جدا 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 لدرجه لا تتخيليها. ما شاء الله. افضل شيء الاحترام. طبعا. يعني هو اللي بيبني البيت وبيأسس الولاد. يعني انت هلا دارس عليهم كم زي ما نقولوا نحن، هم يعني علموك كيف هم تحترم. طبعا طبعا هم الاساس. حلو. هم الاساس. شو تقدم تحيه للزوجه المستقبليه؟ الزوجه المستقبليه بس هي تيجي ومالهاش دعوه بالباقي. هي انا لسه ما لقيتهاش. وانت بحس معاك زوجه مستقبليه؟ لا معيش اي حاجه. لسه كان بيكلم صاحبك اللي بيفضحك، صاحبك اللي بيفضحك والله. ما ايه؟ هلا كان عم يحكي معها؟ هلا كان عم يحكي معها؟ والله. شو اسمها؟ اسمها مش عارف اسمها. مريم؟ مريم. وعليش دلالة يا مريم، وعليش دلالة يا مريم، وعليش دلالة يا مريم، وعليش دلالة. ايه مريومة يا غولة، ردي بالك يمشي كلامه عليك. شنو تقول لزوجتك المستقبلية يوما لما تاجي بس؟ لما تيجي بس. شنو هو شروط الزوجة المستقبلية؟ كيف هنا في مصر؟ انت يعني شو شروطك مشان تتزوج؟ شو شروطي عشان اتزوج؟ هي بس تاجي تفهمها يعني. هنا عشان تتجوز شقة معايا في الكلام. شقة عاملة كام النهارده؟ مليون ونص، 2 مليون. يعني الشعب المصري هلا ما يقدرش يتزوج؟ والله هو يقدر. انت بتفضل تتزوج اجنبيه ولا مصريه؟ مصريه. بنت بلدك. بنت بلدي تفهمك وتفهمها بالظبط كده. كده بالظبط كده. حلو تمام. البنت المصريه هلا انت عندك صاحبه؟ لا مفيش الكلام ده عندنا في مصر. هو المفروض مفيش، بس دلوقتي بس انا وانت ماشي شفتك عم تحكي بالموبايل بتقولها اهلين حبيبتي الاخبار. بكلم امي. انت خدتي بالك مع امي؟ بتكلم يعني في امك. شو توجه للوالده؟ ايه؟ شو تقول للوالده؟ من ناحيه ايه بالظبط؟ مش فاهم.
شو تقول للوالده يعني تشكرها؟ لازم. بس هلا الوالده لما تسمع انك انت بعد ساعتين بتشوف حالك يعني في السجن، شو ردة فعل؟ وانا بصراحه بحاول اظبط حالي عشان ما اعملش حاجه غلط، ما امشيش في سكه غلط، بحاول على قد ما اقدر. فاهم قصدي ايه؟ بحاول على قد ما اقدر يعني امشي في سكه صح. حلو. بس انت هلا شو شغلك؟ انا شغال غطاس دايفنج. يعني في مجال السياحه. اه شغل السياحه فيه مصاري في مصر؟ في. ما شاء الله، يعني ما شاء الله تقدر تسعد الوالده. الرزق ده بتاع ربنا، فاحنا بنحاول اللي علينا والباقي على الله. الحمد لله يا ربي. تمام، لو توصف لي الست المصريه في كلمه. لا ما اعرفش. ليش؟ ما هو بصراحه انت فاهمه مش كلهم زي بعضهم، في واحده نكديه وفي واحده حلوه، بس 90% نكديه. دي في كل البلدان العربيه في كده وكده. لا انت ما تعاملتيش مع مصريه 90%. انت فاهمه اتجوزي النهارده تطلق بكره. بس ليش انت قلت انا بتجوز مصريه؟ لكن بنت بلدي انا. يعني مهما تكون نكديه انت حتتجوز البنت المصريه. المصريه نمبر 1. ما شاء الله، حتى التوانسه نمبر 1. يلا تمام، شكرا لك. يلا شو توجه بس كلمه للصحبه المستقبليه، للجوزه المستقبليه لما تيجي بس انت فاهمه شو لما تيجي دي؟ لما تيجي يعني مش عارفه افهمها ازاي يعني. لسه 19 سنه، لسه قدامي 4-3-5 سنين. ما شاء الله يعني لسه الدماغ برضه مش بفكر في الجواز. حلو تمام، شكرا.